عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لنا حيس فخبأت للرسول صلى الله عليه وسلم منه وكان يحب الحيس. هذه سلسلة من أكلات يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجبتنا اليوم الحيس. والحيس عبارة عن تمر وسمن حيواني ولبن مجفف أو ما يسمى اليقط. وفي صحيح البخاري إن أم سليم أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم حيسا في تور من حجارة عند زواجه من زينب بن جحش، فأكل منه ودعا لأصحابه. هذا التمر بدون نوى، وأنا عندي هني أيضا مدلوك بدون نوى، ونصب عليه سمن حيواني، ويفضل لو كان سمن غنم. هذا اللبن مجفف. وهذه الأكلة من الأكلات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعها بنفسه. وعن أنس بن مالك قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صنع حيسا في نطع فأرسلني فدعوت الرجال فأكلوا. مثل ما هي بسيطة بمكوناتها لكن غنية جدا بفوائدها. عاد بسم الله، وهذا أحلى لقمة.